يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هتكلم عن مسلسل ليه لأ الموسم التاني. وأنا يمكن اتأخرت شوية في الكلام عن المسلسل لأن بصراحة كنت مستني حلقاته تكمل، لأن هو صدر بشكل حصري على منصة شاهد، وكان كل أسبوع تقريبا بينزل حلقتين. فأنا كنت مستني يكملوا وأشوف برضو ردود الأفعال عليه إيه، لأن أنا بصراحة ما شفتش الموسم الأول، ما اتحمستش، يعني ما جذبتنيش فكرته أوي، فقُلت أصبر أشوف الموسم التاني هل فكرته هتكون يعني جذبت ناس كتير، الناس هتبدأ تتكلم عنها، والحقيقة هو شكله يعني كان محمس قبل ما أشوفه، فقُلت يالّا، وبصراحة ما خدتش وقت كتير عشان يعجبني المسلسل. المسلسل من تأليف مريم نعوم، تحديدًا الورشة بتاعتها، تحديدًا كتب السيناريو والحوار حسب التتر دينا نجم ومجدي أمين. وطبعًا الورشة دي كانت لسه كاتبة قريب مسلسل خلّي بالك من زيزي برضه، بس الأفراد مختلفين، مجدي أمين تقريبًا هو العضو اللي كان في ورشة خلّي بالك من زيزي. والمسلسل بتاعنا من إخراج مريم أبو عوف اللي هي مخرجة الموسم الأول برضه، بس الcast هنا متغيّر تمامًا، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم والطفل سليم مصطفى وناس كتير هنتكلم عنهم شوية كده. والقصة ببساطة بتبدأ بعد ما بتضطر لظروف الدكتورة ندى اللي بتلعب دورها منة شلبي إنها تاخد بالها من طفلة اسمها أحلام لسه مولودة. بتكتشف خلال رحلتها مع أحلام مدى إحساسها بالوحدة والفراغ اللي في حياتها، وبتقرر إنها تكفلها، ولكن بتغير رأيها في الآخر وبتكفل طفل تاني اسمه يونس اللي بيلعب دوره سليم مصطفى، واللي حبته أثناء زيارتها لدار الأيتام. وبعدها بتواجه تحديات كبيرة جدا بعد القرار ده. الحقيقة الفكرة عجبتني جدا، جديدة. ممكن نلاقي في المجتمع حد اتكلم عن كفالة الأطفال، وبالتالي أعتقد إن أنا ممكن أكون سمعت عنها في السينما أو المسلسلات، بس ما سمعتش مسلسل الخط الرئيسي بتاعه بيتكلم عن كده. مش فاكر أي عمل فني كمان يعني في السينما، وكلها بتبقى في سياقات مختلفة يعني. بس إن حد يقرر وهو وحيد مش متزوج إنه يكفل طفل عشان حياته فاضية ويملى الفراغ ده، ما سمعتش الحكاية دي قبل كده. يعني دايما كان بيبقى في سياق إنها أسرة وربنا ما رزقهاش بأطفال فبتاخد القرار ده، ويعني بيكون القرار بداية لقصة جديدة بقى أهله هيدوروا عليه، أو الطفل هيكتشف في الآخر ويعاني نفسيا لما يكبر. يعني حاجات من السياق ده، بس أنا ما شفتش الحكاية دي معمولة في الدراما أو السينما في مصر عندنا. فده أول حاجة لازم يتقال لهم برافو عليها يعني، لأن ده زي ما قُلت وذكرت واتعمدت إن أنا أقول إن ورشة مريم نعوم هي اللي كاتبة، لإن في مسلسل خلّي بالك من زيزي اللي اتكلمت عنه مع صديقتي أمنية عادل في الحلقات 29 و30، الفكرة برضه كانت مختلفة، إن إحنا نتكلم على الADHD بدون ما يكون الشكل إن هو مرض نفسي وأزمة كبيرة. لأ، هنا بينقوا قضايا مختلفة وبيتناولوها بشكل عميق ومختلف ولطيف، ويقدر يجذب الجمهور ويحصل على الإشادات النقدية لأنه عمل جيد. فبرافو عليهم، وتحديدا يعني برافو على مريم نعوم إن هي قادرة تخلي الورش بتاعتها تطلع محتوى يجذب الناس، وفي نفس الوقت في ناس كتير ما تتجرأش إن هي تتكلم في المواضيع دي، لأن ممكن يقولوا لأ ده ريسك والناس مش هتبص للموضوع ده، ومش هيكون فيه يعني عائد جماهيري أو مادي لصناع المسلسل ده أو المنتجين بتوعه. واختلاف مسلسلنا هنا كان في كذا حاجة بصراحة، مش في الجرأة بس بتاعة الموضوع، لأ في طريقة الكتابة واختيار الخطوط الدرامية اللي مهمة. يعني دايما بتبقى في مشكلة إن أحيانا كتير عندنا في الدراما بيبقى في حدث رئيسي بيدور المسلسل عنه، وعشان نملي الحلقات بقى بيكون في شوية خطوط درامية مش جيدة الصنع، ومش هنحس بمشكلة كبيرة لو شلناها يعني. بس على العكس هنا تماما، في خطوط فرعية في مسلسلنا ليها علاقة بالشخصية الرئيسية، وفي نفس الوقت الخطوط حلوة وبتقدم حاجات مختلفة. يعني أقدر أقول الخط بتاع ندى ويونس طبعا اللي هو الخط الرئيسي كان جيد جدا وهنقدر نتكلم عنه واحنا بنناقش الشخصيات، بس في الخط بتاع صلاح اللي لعبه أحمد حاتم وبنته وطليقته، الثلاثي ده كان علاقتهم غريبة. أنا أول مرة أشوف العلاقة
بين واحد وطليقته مطروحة كمان في الدراما بالشكل ده، علاقة غريبة وكانت تستحق الطرح يعني، حلوة جدا. وكمان العلاقة اللي هي بين راجي وسالي اللي هو لعبوا تامر نبيل ودنيا ماهر اللي هي كانت واحدة من العصابة بتاعت ميت وش، لا حبيب ولا قريب ولا غريب نجلاء. الحقيقة الاتنين كانوا جيدين جدا، وهو كان برضو لعب دور حلو في خلي بالك من زيزي، دور أخو هشام. الثنائي كان حلو قوي، وفكرة المعاناة النفسية بتاعتهم كانت مختلفة، واللجوء لطبيب نفسي بيتكرر زي خلي بالك من زيزي، ومش بيتكرر بشكل ان هو حاجة محرجة او عيب او كده. فالخط بتاعهم كان مهم، وهي صاحبة ندى، وكمان يعني مش منفصلة عن موضوعنا، وكمان بتدلي بآرائها. يعني أول ما قالت لها أنا اتبنيت يونس، قالت لها لا لحسن يكون مغتصب، حد من أهله مغتصب ولا قتال قتلة ولا حاجة، فالولد يبقى عنده جينات مش كويسة. فهي ليها علاقة بالخط الرئيسي، في نفس الوقت الخط بتاعها قوي جدا. واخيرا برضو الخط بتاع خالد ومراته واولاده، شخصية مراد مكرم كانت جيدة جدا وهتكلم عنه دلوقتي. بس خليني الاول قبل ما اتكلم عن مراد مكرم اتكلم عن شخصية ندى. اداء منة شلبي فيها كان جيد جدا كالمعتاد. منة شلبي الحقيقة مش بتعمل مسلسلات كتير، ودايما وجودها بيأكد ان هيكون في اجتهاد في الدور، وهتنقي دور مختلف. يعني الدور اللي كان قبل ده هو كان في كل اسبوع يوم جمعة تقريبا اسم المسلسل. هو كان واحد من اول المسلسلات اللي صدرت على منصة شاهد بعد التطور الكبير اللي حصل. وكتابة مريم نعوم برضو، وشاركها في الأداء آسر ياسين في البطولة، آسر ياسين وكان إخراج محمد شاكر خضير. بصراحة المسلسل ما كانش بالنسبة لي من أفضل المسلسلات قوي، بس عجبتني إن هم أخدوا الخطوة دي. لكن بالنسبة لي كان في بعض من عدم المنطقية في شوية أحداث، وكان تصرفات الشخصية اللي بيلعبها آسر ياسين مش مقنعة في كل وقت بالنسبة لي. بس أداؤه كان حلو جدا، وعجبني جدا ذكائه في إن هو يعمل الدور ده في عز ما هو كان عامل بطولات. يعني عمل فيلم صاحب المقام، اتكلمت عنه في الحلقة 10 مع أمنية برضو، وكان عمل برضو مسلسل ميت وش. فاحنا لو اعتبرنا بمقاييس مثلا توزيع الجوائز، هيبقى دوره في المسلسل ده ممثل مساعد، يعني مش هو البطل. البطلة كانت منة شلبي، بس هو قبل دور يمكن أصغر نسبيا، بس حس إن هو ممكن يجتهد فيه ويقدم حاجة مختلفة. فكان ذكاء كبير منه إن هو يقبل ده في المرحلة دي، وده مش بيحصل كتير في مصر. وعلى الجانب الآخر منة شلبي كانت عاملة دور كويس جدا. بس أنا زي ما قلت المسلسل مش من مفضلاتي، بس بحترم جدا الخطوة، والجميع من الناس اللي بحبها. يعني مسلسلات مريم نعوم بتجذبني زي ما ديني هو بتكلم عن واحد منهم، ومحمد شاكر خضير برضو من الناس اللي شغلها كويس جدا. بس نرجع هنا بقى لمسلسل ليه لأ الموسم التاني. منة شلبي عملت شخصية جيدة جدا، كان في براعة كبيرة جدا في رسم تفاصيل الشخصية من كل حاجة، يعني في الكتابة وهواياتها وحبها للبازل وإحساس الوحدة وعدم التكلف في كلام الشخصية. يعني هي بتقول كلام مهم وتقيل بدون تكلف، وده يحسب للمؤلفين جدا بصراحة. وعلى الجانب الآخر كان في كمان اهتمام بالتفاصيل بتاعة اللبس مثلا كبيرة جدا في المسلسل ده. كل الناس كان ليها ستايل كده، وده برضو بسبب وجود ناهد نصر الله. فكل حاجة كان فيه اهتمام بيها جدا في الشخصيات بتاعتنا، وكان فيه منطقية في تصرفاتهم. واروح برضو كمان من شخصية ندى لشخصية صلاح اللي لعبها أحمد حاتم. فأفضل أداء ليه بالنسبة لي أحمد حاتم، تمام، شخص لطيف بالنسبة لي، يعني ما عنديش معاه مشاكل كممثل، بس ما كانش فيه دور بصراحة بيعلق معايا قوي ليه. بس دلوقتي لما عمل الدور ده هيبقى ده بالنسبة لي أبرز أدواره، اللي هو أحمد حاتم اللي عمل شخصية صلاح في ليلى الموسم التاني. دايما كده بيبقى فيه أدوار جيدة للممثلين، بيبقى الواحد لما يحب حتى يتكلم عنهم بيقول اللي عمل الدور ده. فبصراحة برافو عليه، عمل أداء حلو جدا، وأتمنى أشوف أداءات كويسة زي دي تاني. على الجانب الآخر بقى المفاجأة بالنسبة لي، لأن أنا ما كنتش عارف الموضوع هيظبط ولا لأ المرة دي، هو مراد مكرم. مراد مكرم حالة غريبة في التمثيل بالنسبة لي. هو ممثل جيد جدا،
بصراحة يعني، ومعرفش ليه الناس ما بتتكلمش عن الحكاية دي. بس حالته الغريبة إن هو بالنسبة لي أدواره الحلوة ما كانتش بتطلع غير مع مخرج واحد، وهو هاني خليفة. وبداية التعاون بينهم كانت في مسلسل فوق مستوى الشبهات بطولة يسرا، وتكرر التعاون في الحساب يجمع بطولة يسرا برضو. وآخر تعاون بينهم أعتقد كان ليالي أوجيني بطولة أمينة خليل وظافر العابدين. في الثلاث مسلسلات الشخصيات مختلفة جدا، بس هو كان بيعملهم بشكل جيد جدا. وتكلل النجاح في ليالي أوجيني اللي كان ليه لحظات توصل للي نقدر نوصفه باللحظات الاستثنائية، هو وإنجي المقدم. بس خلينا نتكلم عن مراد مكرم هنا، كان بيعمل لحظات جيدة جدا جدا، وشخصية مفاجأة، وكان مفاجأة المسلسل للكل. بس بعد كده لما بيشترك في حاجة تلاقي الناس سكتت كده، وانا في اللحظات ما اللي بشوفه فيها على التلفزيون حتى لو مش متابع المسلسل ما بحسش ان هو بيعمل نفس الاداء اللي بيعمله مع هاني خليفة. فبالنسبة لي لما قررت اتابع المسلسل ده قلت يا ترى بقى هيكون ايه الموضوع، زي هاني خليفة ولا زي الحاجات العادية؟ بس الحقيقة عمل اداء كده اقدر احسه تبع هاني خليفة. فمريم ابو عوف الواضح ان هي ليها بصمة في اداء كل الممثلين، وشخصيته كانت مكتوبة كويس جدا، وهو عملها كويس جدا. وكان في حاجة عجباني قوي، يعني هو عمل تحول في رأيه مثلا ناحية يونس، أو تحول كمان في علاقته بمراته وأولاده لما اعترف بالمشكلة اللي عنده يعني. بس أنا قلت هل التحولات دي مثلا كانت منطقية وبشكل مفاجئ؟ بس فكرت إن هي لو ما كانتش كده كنا هنمر بلحظات بقى مع الشخصية اللي هو قاعد على السرير وبيبص على السقف، واحنا عندنا الحكاية دي كتير قوي، او لحظات الوحدة ويقعد يفكر وفويس اوفر وفلاش باك وحاجات غريبة كده. فعجبني بصراحة ان المسلسل ما لجأش للحشو بلحظات كده رخمة كده، الكليشيهات بقى اللي هو حد قاعد حزين ويقعد يفكر والحاجات اللي ما بتبقاش ليها لازمة وفي الاخر بتعمل ميمز دي. نيجي لآخر شخصيات هي الأطفال، وكنت سايبهم للآخر لأن عايز أتكلم عنهم بشكل مستفيض شوية. الحقيقة ده استكمالا للتطور اللي حصل للأطفال وأدوارهم بعد خلي بالك من زيزي. لأن دايما في حالتنا بالذات لما بيبقى طفل زي موقف المسلسل ده بيتقدم بقى إن هو كيوت أو بيتيجي منه الكوميديا، وإحنا عندنا تاريخ طويل مع التمثيل السيء للأطفال في مصر. لأن حتى لو بنتفرج على مسلسلات كلاسيكية ركزوا مع الأطفال في المشاهد بيبقى دورهم إن هم الناس كلها بتتكلم هم قاعدين باصين للكاميرا أو بيبصوا للممثلين اللي بيتكلموا بمنتهى الاندهاش كأنهم لسه شايفينهم حالا مش أهاليهم فعلا. وكمان بيبقى بقى أحيانا هو عنصر الكوميديا بقى، عارف اللي هو عنده حرف ضايع فاللي هو يقول إيه ثكرا والحاجات الرخمة دي، فما بتضحكش بقى خلاص. لكن المرة دي هنا إحنا كان عندنا أقدر أسميه بدون أفورة هو احترام عقلية الأطفال اللي في السن ده. يعني طبعا أداء الأطفال كان جيد جدا طبعا، بالنسبة لي سليم مصطفى هو اكتشاف عظيم قوي، طفل قمة في اللطافة وعنده قبول رهيب. ومنى أحمد زاهر ممثلة جامدة جدا. أنا بصراحة كنت مش عارف هتبقى تمام ولا لأ، لأن انتوا عارفين يبقى في عيلة كتير ناس كتير بتمثل منها متبقوش عارفين يعني هل وجودهم لسبب تسويقي ولا بسبب موهبتهم. بس بصراحة البنت شاطرة جدا، واحترام عقلية الطفل هنا بالنسبة لي ان هو عرض مخاوفهم واسئلتهم. يعني مثلا بتلاقيهم بيتكلموا في مواضيع الاطفال دي عندها مخاوف وعندها اسئله. ومثلا منى بتسال احمد حاتم انت هتعمل ايه مع ماما، انتوا هترجعوا مش هترجعوا؟ مش حد بيديها مصاصه وتمشي مثلا. بس برضو الأطفال دول ما تقدموش على إنهم الأطفال المعجزة بقى اللي هو عارف كل حاجة بقى طفل سابق سنه. لا، هو ده طفل في سنه، بيستخدم الموبايل وبيبعتوا لبعض رسايل وكل الكلام ده، وفي نفس الوقت عندهم مخاوف وأسئلة، وفي نفس الوقت في حاجات بيسمعوها مش بيفهموها. فده حاجة حلوة جدا وتطور للأفضل. وكنت فاكر العقلية دي عند المخرجين كمان مع كريم الشناوي في خلي بالك من زيزي. لا، لقيت مريم أبو عوف عارفة كمان تقدم الأطفال بشكل جيد جدا في مستوى الأداء والصورة، وما كانش فيه ابتذال في اللحظات العياط بقى وإن احنا نخلي الطفل يأثر فينا، ولا كمان في الأفورة إن هو يبقى طفل زي ما قلت بقى إيه مصدر الكوميديا اللي ملهاش أي معنى.
وعلى ذكر مريم أبو عوف أقدر أقول إن شغلها هو آخر حاجة عايز أتكلم عنها في الحلقة، لأن بصراحة مريم أنا ما شفت لهاش شغل غير فيلم بيبو وبشير، ده اللي شفته بشكل كامل يعني، شفته أكتر من مرة، لطيف جدا والممثلين معاه بحس إن هم مبسوطين ومرتاحين. والفيلم ده فيه ظهور لطيف جدا لمحمد خان كممثل، وبيقدم كوميديا قمة في اللطافة. بس شُفت لها بقى حاجات تانية متنوعة، حلقة تقريبًا من مسلسل مع هند صبري، مش فاكر اسمه الصراحة، صدر من كام سنة، بس يعني كان لطيف بس ما كمّلتوش الصراحة. بس هنا كان بالنسبة لي الموضوع تقيل وعايز أشوف هي هتعمل إيه، فالحقيقة بصماتها كانت جيدة جدًا، أداء الممثلين كلّهم جيد جدًا حتى في الظهور الشرفي، زي مها أبو عوف كانت بتعمل برضه أداء قمة في اللطافة، وعلاقتها بأحمد حاتم يعني حلوة أوي، وكنت باتبسط إنها بتطلع في المسلسل لإنها كانت بتقول كلام حلو وحوارها لطيف وأدائها لطيف، وفي نفس الوقت بيبقى في لحظات ضحك دمها خفيف بينهم، مش ضحك بقى اللي هو يعني مش هتعرف تمسك نفسك من الضحك، بس ضحك لطيف أوي يعني. الإيقاع في المسلسل ده بصراحة ما كانش سريع وده أنا متفهّمه، لإن النوع ده من المواضيع يعني ماهوش thriller بقى والعملية يعني حامية جدًا في الموضوع، يعني إن الناس كلّها بتدوّر على سِر أو عايزين نحل قضية أو أي حاجة. وكمان عدد الحلقات مش قليل، 15 حلقة بالنسبة لمصر قليل، بس بالنسبة للمسلسلات في العادي في العالم باحسّهم كتير، في مسلسلات على Netflix باحطها في الwatch list لمّا بالاقيهم أكتر من 12 يعني، اللي هو بعدين. بس هنا هي أقدر أقول حوّلت حاجة تقدر تعتبرها تحدي أو مشكلة لفرصة جيدة جدًا، يعني بصراحة كان في frames كده artistic في المسلسل هي ما كانتش بتضيّع على نفسها فرصة إنها تاخد كادر حلو، وأنا باحب المخرجين اللي بيعملوا كده، بس ما كانش في مبالغة في كده، لمّا بيكون في فرصة بتبقى في طبعًا لحظات جيدة جدًا، والتصوير كان حلو بشكل عام في المسلسل، وكمان استغلال المناطق، يعني المنطقة الزراعية اللي فيها بيت خالد وندى اللي هم منة شلبي ومراد مكرم، البيت بتاع أهلهم في أرض زراعية كانت بتستغل المكان كويس جدًا، وتطلّع منه صور حلوة أوي، زيارة الفيوم، زيارة الهرم. كل دي حاجات هي استغلّتها، رغم زي ما قُلت إن إيقاع المسلسل ما كانش سريع وده مش من النوعية المفضلة بالنسبة لي، بس للمفاجأة إن أنا ما زهقتش ولا لحظة ولا مسكت الموبايل ولا عملت أي حاجة طول المسلسل، كنت مركّز في الشاشة. فبصراحة برافو عليها، عملوا كلّهم شغل كويس مش هي بس، الكُتّاب، الممثلين، كل الناس اللي اشتغلوا على العمل كانوا عاملين شغل كويس، حتى خالد القمار كالعادة بيعمل موسيقى حلوة جدًا، ما كانش استخدامها كتير أوي في النُص الأول من المسلسل، بس أعتقد مع اللحظات اللي بقت أصعب في النُص التاني بدأ يبقى لها ظهور أقوى، بس كل الtracks حلوة جدًا. ما أعتقدش إن عندي أي مشكلة مع المسلسل، ممكن يكون فيه عيوب بس أنا استمتعت بالتجربة بشكل عام من أول مشاهدة يعني. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصل لكم الحلقات الجاية باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.